خليني أبدأ بسؤال واحد، هو ليه في علاقات في الحياة بتخليك تحس إنك ملك الدنيا في الأول وآخرها بيخليك تشك في نفسك؟ وصلتني رسالة من شخص بيحكي عن علاقة بدأت بحب مش طبيعي، اهتمام زيادة، قرب، إحساس إنه أخيرا اتشاف. وبعد سنين نفس العلاقة دي بقت إهانة وتقليل وأذى. وسؤاله ما كانش عن الشخص اللي وجعه، سؤاله كان عن نفسه، إزاي أنا اتغيرت وإزاي بعد ما خرجت لسه موجوع. النبضة دي مش حكاية، النبضة دي مرآة. في علاقات مؤذية كتير البداية فيها ما كانتش صدفة، بالعكس البداية فيها كانت متصممة علشان تخطفك، زي حب سريع واهتمام مكثف وإحساس إنك مركز الكون. وده مش حب ناضج، ده حاجة اسمها غرق عاطفي. العقل وقتها بيفرز إحساس عالي قوي، فبيربط الشخص بالحالة مش بالحقيقة. علشان كده اللي اتعلق ما كانش غبي، ده كان إنسان. بعد ما التعلق يتم يبدأ التغيير من غير ما تحس، كلمة تقلل، نظرة شك، لوم متكرر، وإنكار لأي غلط. لو واجهت تسمع نفس الجملة بأشكال مختلفة، انت حساس، انت مكبر الموضوع، انت السبب. وهنا بيحصل أخطر تحول، اللي كان واثق يبدأ يشك، واللي كان هادي يبدأ دايما متوتر. وده مش خلاف، ده كسر بطيء. سؤال بيتكرر كتير، هو أنا ليه ما مشيتش رغم كل الأذى ده؟ بمنتهى البساطة لأن العلاقة ما كانتش كلها أذى، كان فيها شد وجذب، وجع وبعده لحظة حلوة، وإهانة وبعدها اعتذار. فالدماغ يتمسك بالأمل مش بالحقيقة، وده مش ضعف، ده تعلق. الغريب إن الألم الحقيقي غالبا بيظهر بعد الخروج، لأن اللي بيحصل مش اشتياق، ده اسمه انسحاب. الجسم اللي اتعود على نمط حتى لو كان مؤلم لما يختفي فجأة يحصل فراغ. فالوجع ده مش معناه ان العلاقة كانت صح، معناه ان الجرح لسه بيصرخ. كتير من الناس المؤذيين يحاولوا يرجعوا بعد الانفصال، مش دايما علشان حب، لكن عشان السيطرة. وأي تواصل في المرحلة دي مش بيقفل الجرح، بالعكس بيفتحه. علشان كده الحدود مش قسوة، الحدود نجاة. لو انت خارج من علاقة خليتك تشك في قيمتك، احب اقولك انت ما اتكسرتش، انت بس اتجرحت. وفي فرق كبير بين اللي اتكسر واللي محتاج يتلم. مش مطلوب منك تقوم قوي ولا تنسى ولا تسامح دلوقتي، المطلوب بس تفهم علشان ما تعيش الوجع تاني. التعافي مش انك تنسى اللي حصل، التعافي انك ترجع نفسك من غير خوف ومن غير تبرير. دي كانت نبضة وعي النهاردة، يمكن تكون اول خطوة للخروج من دايرة الوجع.